اللهم صل على البشير النذير، اللهم صل على السراج المنير، اللهم صل على الطاهر المطهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأكرمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا يا مولانا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المنور المبارك بقاطع، ولا تشغلنا عنه بشاغل. اللهم يا ربنا يا مولانا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وارزقنا بفضلك وإحسانك صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. هذا درسنا السادس أيها الكرام والكريمات في بيان مبطلات الصلاة عند السادة المالكية رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ونتكلم فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى عن مفهوم البطلان ومفهوم الفساد في الشرع الشريف، ونتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى كذلك عن المبطل الأول، وهو رفض نية الصلاة. وما يبطل الصلاة أيها الكرام ويفسدها عند المالكية كغيرهم من المذاهب كثير جدا ومتعدد، ونقتصر في هذه السلسلة إن شاء الله سبحانه وتعالى على ذكر 53 مبطلا. وقد اخترت هذه المبطلات بالذات إما لكثرة شيوعها بين الناس دون علم بها، وإما للعلم بها ولكن مع الإخلال بشرط وسوء تصور لها، وإما لسهولة الوصول إليها لكونها مبثوثة في كتب الفقه الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لمن يريد الاستزادة والمراجعة ونحو ذلك. والباطل أيها الكرام في العبادات اصطلاحا هو الذي لا يجزئ ولا يسقط معه القضاء، هو ما لم يجزئ ولم يسقط القضاء. فلما يصلي شخص صلاة باطلة يعني صلاة لم تجزئ وأداؤها هذا لم يسقط عنه القضاء، فلا زال مخاطبا ومكلفا بها. والباطل في المعاملات والعقود كالنكاح كالزواج كالإجارة وغير ذلك ما لم يترتب عليه أثره المقصود منه. لما تقول إجارة فاسدة أو بيع باطل يعني لا يترتب على الإجارة أثرها من الانتفاع الشرعي بالمنفعة. ولما تقول بيع باطل أو فاسد يعني لا يترتب عليه أثره الشرعي من الانتفاع بالمبيع الذي ملك بالبيع. وهذا يا كرام عند الفقهاء. أما عند المتكلمين فالباطل أو البطلان هو مخالفة ذي الوجهين الشرع، هو مخالفة ذي الوجهين ما كان ذا وجهين صحيح وغير صحيح، معتبر وغير معتبر، مخالفة ذي الوجهين الشرع. لما يخالف ذو الوجهين الشرع ذلك المخالف بتلك الصورة نسميه باطلا. والباطل مرادف للفاسد عندنا كمالكية وعند جمهور الفقهاء والعلماء. فلما تقول صلاة باطلة هي صلاة فاسدة، لما تقول عقد باطل هو عقد فاسد، لما تقول صيام باطل هو صيام فاسد. فالباطل مرادف للفاسد عندنا وعند الجمهور ومقابل للصحيح، يقابل الباطل والفاسد الصحيح. فالشيء العقد العبادة إما صحيح وإما باطل، فكل صلاة بطلت وفسدت على هذا التعريف لم تجزئ
ولم تعتبر شرعا، ولم تقع موقعا يعتد به في الشرع الشريف كأنها لم تؤدى، ويجب على المكلف بناء عليه قضاؤها حيث كانت مما يقضى، حيث كانت الصلاة مما يقضى. ويقابل الجمهور أيها الكرام السادة الحنفية، فالباطل عندهم غير الفاسد، يفرقون بين الباطل والفاسد، فعندهم الشيء إما صحيح وإما فاسد وإما باطل. والباطل عندهم رحمهم الله ورضي عنهم ما لم يشرع بالكلية، الباطل ما لم يشرع بالكلية، كبيع ما في بطون الأمهات، كبيعك للجنين في بطن أمه التي هي نعجة أو ناقة أو أمة وغير ذلك، فهذا البيع بيع الأجنة في البطون لم يشرع بالكلية، فهذا البيع نقول عنه بيع باطل. وأما الفاسد يا كرام فهو ما شرع بأصله، يعني كان في أصله مشروعا ولكنه امتنع لوصفه، ما كان مشروعا في الأصل لكن تلبس بوصف منع الصحة، فنقول حينئذ فاسد. كالربا، الربا بيع، والبيع في أصله مشروع، لكن لما قام وصف بهذا البيع ومنع نسميه بيعا فاسدا. فالفاسد عند الحنفية غير الباطل طبعا، وهناك تفاصيل في العبادة وفي المعاملات من حيث ترتب الأثر والتعامل، تعامل المكلفين مع الفاسد غير تعامل المكلفين مع الباطل. هذا ما يتعلق أيها الكرام بتعريف الباطل والفاسد في الشرع الشريف عندنا وعند الجمهور وعند الحنفية رحم الله الجميع ورضي عنهم. أما المبطل الأول الذي نتكلم عنه اليوم فهو رفض نية الصلاة، يعني نية إبطالها وإلغاء المصلي ما فعل منها. قال سيدي خليل في المختصر: والرفض مبطل، يعني ونية الرفض مبطلة. فمن كان يصلي أيها الكرام فرضا عينيا كصلاة الجمعة أو الظهر، أو كفائيا الذي هو الجنازة، أو نفلا كصلاة الوتر أو الضحى أو التراويح وغير ذلك، ثم نوى إلغاء ما فعل من صلاته ورفضها في أثناء أدائها، يعني نوى إبطالها، فإنها تبطل وتفسد على المشهور في المذهب. ويكفي في إبطال الصلاة مجرد القصد القلبي، بمجرد ما يقصد بقلبه رفضها وإلغاء ما فعل منها فإنها تبطل فورا، ولو لم يصحب تلك النية وذلك القصد القلبي تلفظ، ولو لم يتلفظ بما نواه، بل نية الرفض كافية في إبطال الصلاة. قال الشيخ أحمد الصاوي رحمه الله تعالى في بلغة السالك: فليس بلازم التلفظ بل القصد، يعني النية القلبية، بل القصد كاف، أي في إبطال الصلاة. وإنما قلنا يا كرام في أثنائها، أنا قلت منذ قليل: فمن كان يصلي ثم نوى إلغاء ما فعل من صلاته ورفضها في أثناء أدائها فإنها تبطل. قلت في أثناء أدائها احترازا من رفض المصلي صلاته وحصول تلك النية منه بعد إتمامها وختمها بالسلام منها. هناك فرق بين نية الرفض في الأثناء ونية الرفض بعد الفراغ من الصلاة وتمام السلام منها. ففي بطلان الصلاة يا كرام بنية الرفض بعد فراغنا من الصلاة قولان في المذهب، الذي رجحه سند ابن عنان المصري رحمه الله تعالى، وابن جماعة واللخمي وابن راشد القفصي رحم الله الجميع، عدم البطلان. الذي رجحه طائفة من أئمتنا عدم البطلان، وهو المعتمد في المذهب كما نص عليه شيخ العدوي في حاشيته على شرح الخرشي على مختصر سيد خليل. يقول الشيخ الدردير رحمه الله تبارك وتعالى:
شارحا عبارة سيد خليل السابقة: والرفض مبطل، يقول: والرفض للصلاة وهو نية إبطال العمل، مبطل لها اتفاقا إن وقع في الأثناء. الرفض مبطل إن وقع في الأثناء. قال: وعلى أحد مرجحين، يعني وعلى أحد القولين المرجحين إن وقع بعد الفراغ منها، وأرجحهما عدم البطلان. قال: والصوم كالصلاة، والصوم في هذه الأحكام كالصلاة. انتهى كلامه. فالصوم في بطلانه قولا واحدا إذا كان الرفض في أثناء النهار، وأما إذا كان الرفض بعد الفراغ فقولان مرجحان، وأرجحهما عدم البطلان. وها هنا يا كرام فائدة مهمة يحسن ذكرها ويحسن الاستطراد في هذا الموضع. قلنا: نية رفض الصلاة في الأثناء مبطلة، وبعد الفراغ منها الراجح في المذهب أو الأرجح في المذهب عدم البطلان، والصوم كالصلاة. وهذا يجرنا للكلام على الطهارة. فالوضوء والغسل يرتفضان في أثنائهما قبل الفراغ منهما على الراجح في المذهب. وحكم الاعتكاف حكم الصلاة لاحتوائه، أي الاعتكاف عليها، فيبطل الاعتكاف بالرفض في الأثناء اتفاقا، وبعده على أحد قولين مرجحين. واستظهر بعض أئمتنا، أئمة المذهب المالكي، أنه كالوضوء، أن الاعتكاف كالوضوء. وأما التيمم يا كرام فيبطل برفض النية في أثنائه وبعد الفراغ منه قولا واحدا، لأنه طهارة اعتبارية ضعيفة. واستظهر بعض الأئمة أن التيمم كالوضوء. وأما الحج والعمرة فلا يرتفضان مطلقا، لا في الأثناء ولا بعد الفراغ منهما. وأما الصلاة والصوم كما قلت فيرتفضان في الأثناء وبعد الفراغ منهما قولان مرجحان، والمعتمد منهما عدم البطلان. والإقدام أيها الكرام على هذا الرفض للنية في أثناء الصلاة أو في أثناء الصوم حرام، لأن فيه إبطالا للعمل الصالح. واختلف في رفض النية في أثناء الغسل وأثناء الوضوء وأثناء التيمم. يقول العلامة الدسوقي رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه في حاشيته على الشرح الكبير: بقي شيء آخر، يعني بعد الكلام على أثر رفض النية في الصلاة والصيام والطهارة وغير ذلك، قال: بقي شيء آخر، وهو أن رفض الوضوء جائز كما يجوز القدوم، يعني الإقدام، كما يجوز القدوم على اللمس وإخراج الريح من غير ضرورة. وفي الحج نظر، وفي جواز ذلك في الحج نظر. وأما الصوم والصلاة فالحرمة. وبعض الشيوخ فرق بين الرفض ونقض الوضوء، فمنع الأول، يعني منع رفض نية الوضوء والغسل والتيمم. وبعض الشيوخ فرق بين الرفض ونقض الوضوء، فمنع الأول الرفض دون الثاني الذي هو نقض الوضوء، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم والوضوء عمل. قال شيخنا، يقصد العدوي، قال شيخنا: والذي يظهر أن المراد بالأعمال المقاصد. المراد بالأعمال في قول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، المقاصد، العمل الذي هو مقصد. قال شيخنا: والذي يظهر أن المراد بالأعمال المقاصد لا الوسائل، والوضوء والغسل والتيمم وسائل. قال: المقاصد لا الوسائل، وحينئذ فرفض الوضوء كنقضه جائز. واستظهره الشبرخيتي رحمه الله تبارك وتعالى. هذا يا كرام، والله سبحانه وتعالى أعز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.